السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نتكلموا على الماتش ديال الوداد البيضاوي ضد عزام التنزاني اللي تجرى يوم الأحد واللي انتهى ب2-0 لصالح الوداد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. الوداد في الجولة الأولى ما قدم والو، مستوى كان باهت، يعني دون المتوسط تقريبا. بالعكس يعني بعد مرور واحد 5 حتى 6 دقائق الأولى بدا فريق عزام كيتيق في راسو، وبدا يسيطر شوية على وسط الميدان، وبدا كيوصل للحارس بن عبيد بين الفينة والأخرى. هدد في العديد من المرات وضرب برا، يعني كان تيشكل خطر على الوداد حقيقة في الشوط الأول. في الشوط الثاني كانت هناك استفاقة للوداد حقيقة، وخاصة بعد التغيير ديال بانياغا اللي خرج ودخل نور الدين أمرابط في الدقة 57. تبدل شوية الوجه ديال المباراة، وبان الوجه حقيقي ديال حكيم زياش اللي حرك الماتش مزيان وابان عن مهارات كبيره وتسديدات يعني كثيره اللي كانت كلها تقريبا مؤطره، 5 تسديدات مؤطره للمرمى. يعني اداء جيد بزاف لحكيم زياش، وهو اللي توج حقيقه احسن لاعب في المباراه حسب موقع سوفا سكور. اللاعب حكيم زياش استرجع تقريبا 70 حتى 75% من الامكانيات ديالو المعروفه عليه في ايام المجد. حكيم زياش الان يعني في مستوى جيد، وغادي يتسلق الدرجات بشويه وتيسترجع الامكانيات ديالو بشويه. اكيد في الماتشات اللي جايين غادي يكون عنده تاثير كبير في الوداد. في اخر المقابله في الاخير ديالها يعني دخل وسام بن يدر في الدقه 83 بلاصه باكا، وليد ناسي بلاصه هنوري. للاشاره يعني هنوري كان المستوى ديالو باهت في هذه المقابله، مازال ما استرجعش الامكانيات ديالو من بعد الاصابه. جوزيف باكاسو في الدقه 89 بلاصه لاميرات. كنتمناو كل التوفيق لفريق الوداد في الادوار الاقصائيه. دمتم بخير والى اللقاء.